السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وتكون دراستكم بأحسن ما يكون. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، واللي عنا اليوم أسهل درس موجود بالكتاب، ويعني أسرع، يعني أكتر درس خفيف يعني بالكتاب، ما فيه لا النظري ولا التمارين الزايدة. شو هو هذا الدرس؟ هذا الدرس اسمه الكسر المختزل. هذا ثالث درس بالوحدة الأولى، بيجي بعده درس الجذر التربيعي، وبتخلص الوحدة الأولى إن شاء الله. فعندي أول شي الكسر المختزل. كسر المختزل شو حاطين هن تعريفه بالكتاب؟ هيك مبين ما تمام. معرفينه بالكتاب كالتالي، قايلين نقول أن على ب كسر مختزل إذا كان وب عددان أوليان فيما بينهما. يعني الكسر إمت بيكون مختزل إذا كانوا العددين أوليين فيما بينهما، وبهذا الحالة يكون الكسر غير قابل للاختزال. يعني بيكون بأبسط صورة له، يعني إذا كانوا العددين بالبسط وبالمقام أوليين فيما بينهما، معنات الكسر هذا مختزل ولا يمكن تبسيطه. شو يعني أولين فيما بينهما؟ يعني قاسم المشترك الأكبر هو الواحد. تمام. ونحن الأعداد الأولية شرحناها بالفيديو السابق، نعملها مراجعة بسيطة شفوية. قلنا ايمت بيكون العدد أولي؟ إذا قبل القسمة على نفسه وعلى عدد واحد فقط. طب ومين هن الأعداد الأولية؟ كل الأعداد الفردية ما عدا الواحد، ومن الأعداد الزوجية بس الاثنين. تمام. هلا عندي بهذا الدرس حاطين يعني كم مثال محلول راح نحلهم. هلا هاي ما شرحناها بالعامية يعني لتصير مفهومة. يعني إذا كان عندي كسر وكان بالبسط والمقام في أعداد يعني أولية، يعني مو شرط أولية، أوليين فيما بينهما، يعني جي سي دي تبعون قاسم المشترك الأكبر هو يساوي الواحد، معناته هذا الكسر بيكون مختزل. كيف يعني؟ عندي نشاط محطوط عندي بالجوال صفحة 14 بالبي دي اف، عندكم ما بعرف، بس هذا النشاط ضمن الدرس. شو عم يقول لي؟ أوجد الكسور المساوية لكل من الكسور الآتية. شو عاطيني أول واحد؟ 21 على 18. هل هذا برأيكم كسر مختزل أو لا؟ منجرب. عشو بيقبل البسط القسمة؟ على 3. طب المقام بيقبل شي القسمة على 3؟ أكيد. نقسم على 3. قديش يساوي؟ 21 تقسيم 3 7، 18 تقسيم 3 6. هلا هدول أوليين شي ولا لا؟ يعني هذا الكسر مختزل ولا لا؟ هذا الكسر صار مختزل. ليش؟ إذا بتتذكروا ملاحظة بالجي سي دي، أي عددين متتاليين يكونا أوليان فيما بينهما. هلا هدول إذا بتعملن بتطلع الجي سي دي تبعهم، قاسما المشترك الأكبر بيطلع العدد واحد. مادام طلع معك واحد معناتها أوليين فيما بينهما. طيب تمرين الثاني، عاطيني 15 على 45. هلا هذا كسر مختزل ولا قابل للاختزال؟ إذا بيتبسط معناته هذا مانو مختزل، قابل للاختزال. إذا ما بيتبسط معناته كسر مختزل. تعالوا نجرب. خلينا نقسم على 5 بداية. هلا انت فيك تقسم على اعداد اكبر يطلع معك كسر المختزل بخطوة واحدة، ولكن خلينا عم نقسم هيك. هلا 15 تقسيم 5 3، 45 تقسيم 5 9. بيتقسم شي؟ هلا هاد صار مختزل ولا لسه بيتقسم؟ اكيد لسه. منقسم على العدد 3.
3 تقسيم 3 1، 9 تقسيم 3 3. هلا هاد اسا فينا قسمه ولا لا؟ 1 على 3 ما عاد فينا نقسمه. هلا هاد صار كسر مختزل. هلا هون فيني دغري قسم على 15 بيطلع معي هذا العدد، لأنه 5 ضرب 3 15، فجي سي دي تبعهم 15. إذا ما حبيت على جي سي دي دغري قسم هيك أسرع لك كمان من جي سي دي، تقعد تطرح وما بعرف شو. هلا هو مادام بده الكسر المختزل انزل بعملية التبسيط، قسم على 5 بعدين كذا على 3، شوف انت وين بيقبل القسمة وهيك بتقسم فيه. المهم التمرين الأخير شو عاطيني؟ 60 على 40. طيب هذا مختزل شي ولا لا؟ لا. تعالوا نقسم دغري على 20. قديش 60 تقسيم 20؟ 3. 40 تقسيم 20 2. إذا هلا هاد طلع مختزل بخطوة واحد. ليش هذا كسر مختزل؟ لو حطينا السبعة، شو قواسم السبعة؟ الواحد والسبعة لأنه عدد أولي. طيب الستة شو قواسمها؟ الواحد واثنين وثلاثة وستة. شوفوا لي بشو اشتركوا، شو القاسم الأكبر المشتركين فيه؟ ما في غير الواحد، لهيك هدول أوليين. طيب 15 وال الواحد عفوا، الواحد وثلاثة. نحنا بنشوف الكسر هاد إذا إنه أول مختزل ولا لا. الواحد شو قواسمه؟ الواحد. طيب الثلاثة اللي هو الواحد وثلاثة شو كمان القاسم المشتركين فيه؟ الواحد. فلهيك أوليين هدول العددين، فيما بينهما معناته الكسر مختزل. هيك تمام لهون. رح ناخد مثال أكتر لتزبط الأفكار. مثال محلول. بس قول أنا مثال يعني بيكون مثال محلول قصدي فيه. بحط أمثلة محلولة بس نخلصهم بنفوت على فقرة تدرب واختبر نفسي. هلا المهم أعطيني العدد 24 على 36. عم يقول لي أوجد الكسر المختزل. هلا انتو بدرس عنوانه الكسر المختزل. هلا هي النظري تبعه. بتقلب انت بتشوف في مثال محلول عندك، بتلاقي نفس الارقام نفس كل شي، بس يمكن تكون مختلفة الصفحات وممكن تكون نفسها. المهم هاي كل شي امثلة محلولة بتكتبها، بتكتب النظري وامثلة المحلولة واختبر نفسي وتدرب. هيك بيكون مو ناقصك شي من الدرس، كامل مكمل كل معلوماته فيه. المهم بنيجي على هذا السؤال. عطاني 24 على 36 عامل لي أوجد الكسر المختزل. هلا هاد إذا حبيت، إذا بتتذكروا الملاحظة، إذا عندي أنا كسر قابل للاختزال، كيف بوصل لكسر مختزل؟ أنا بخطوة واحدة بكل بساطة بقسم على الجي سي دي، صح؟ تمام، بيطلع معي هذا شو؟ كسر مختزل. هلا 24 على 36، إذا هلا أنا بدي أطلع الكسر المختزل بخطوة واحدة بكل بساطة بطلع الجي سي دي تبعه، بعدين بقسم دغري على الجي سي دي بيطلع الكسر المختزل. ما حبيت قسم على طريقة الاثنين، هي تبسيط، مرة على 2 مرة على 3 مرة على كذا. المهم لو قسمنا على 2 تحت على 2 شو بيساوي فوق؟ 12 على 18، صح؟ طيب هلا شوفوا لي شو كمان فيك تقسم. تعالوا نقسم كمان على 2، شو يساوي؟ 6 على 9. طب تعالوا نقسم على 3، شو بيساوي؟ 2 على 3. هلا هيك صار هاد كسر مختزل. طيب هذا قديش الجي سي دي تبعه؟ الجي سي دي تبعه هذا 12. طيب كيف عرفت؟ سحر؟ لا، من هون بتطلع جي سي دي. 3 ضرب 2 6، 6 ضرب 2 12. يعني هون 3 ضرب 2 6، 6 ضرب 2 يساوي 12. معناتها الجي سي دي للعددين 24 و36 يساوي 12. هلا هاي الطريقة أسرع من جي سي دي. ليش؟ لأنه جي سي دي بدك تكمش، إذا سواء بالقسمة أو بخوارزمية طرح. مرة بدك تطرح الكبير من الصغير بعدين الناتج، بدك تفرز بعدين تطرح بعدين تفرز لحتى يطلع معك جي سي دي لحتى تقسم. هون دغري على اثنينات، 2 2 3، حسب انت بتشوف الكسر وين بيمشي معك تقسيمه وبتقسمه. تمام. ومثل ما حكينا إذا بدك
توصل لكسر مختزل بخطوة واحدة دغري قسم على GCD. ما بدك واللي هي الطريقة اللي بفضلها والأسرع، إذا مو يعني جابرك إنه تستخدم GCD، امشي هي طريقة تبسيط. هي بسموها طريقة التبسيط، يعني مرة على 2 مرة على 3 مرة على 4. انت بتشوف لحتى توصل للكسر المختزل، بتضل عم تبسط لتوصل للكسر المختزل. طيب عندي كمان مثال محلول. شو عاطيني؟ 60/45. شو عمل لي؟ أوجد الكسر المختزل واشرح لماذا هذا يقبل الكسر الاختصار. شو عمل لي هون؟ مثال محلول 60/45 45 عفوا. أوجد الكسر المختزل واشرح لماذا يقبل الكسر الاختصار. هلا ليش بيقبل الكسر؟ أكيد بيقبل الاختصار. شو قلنا؟ إذا الكسر آحاد وصفر أو 5، شو هو العدد اللي فيك تقسمه عليه؟ 5. هلا إذا بتقسم على 5 بيقبل. هلا هاي برهنا له إنه ليش بيمكننا الاختصار. لنفرض 60/45. قلنا هاد فيك توصل لكسر مختزل بطريقتين، اما بالتبسيط اما بطريقة GCD القاسم المشترك الاكبر. هلا انا بما انه الدرس داير على الكسر المختزل، معناتها انا بدي امشي على التبسيط. تمام. هلا لو قسمنا على 5، 60 تقسيم 5 12. 45 تقسيم 5 9. طيب هسه بيتبسط شي. هلا هذا مختزل ولا لسه بيتبسط؟ اكيد لسه. طيب لو اختصرنا على 3، لانه المقام اجباري على 3 بده. 9 تقسيم 3 3. 12 تقسيم 3 4. طيب هاد هسه فيني اختصره؟ لا، لانه شوف الأربعة شو قواسمها؟ 1 2 4. الثلاثة شو قواسمها؟ 1 و3 شو اشتركوا؟ بالواحد، صاروا أوليين فيما بينهما، معناته هذا كسر مختزل. هذا معناته قديش GCD تبعه؟ معناته GCD للعدد 60/45 يساوي 5. كيف عرفت؟ 3 ضرب 5 شو يساوي؟ 15 عفوا. GCD تبعه 15. لأنه هلا لو قسمت هذا الكسر دغري على 15، يعني دغري رح يطلع معي الكسر المختزل. إذا بقسم 60/45، إذا بختزله على 15 دغري رح يطلع معي الكسر المختزل. ليش؟ لأنه GCD تبعه 15، قاسمهم المشترك الأكبر هو 15. طيب تم عندي مثالين. في مثال كمان عم يقول، مثال هذا أخذناه بالGCD وهلأ حاطينه بهذا الدرس. ليكن لدينا الكسر 693/154 بالاعتماد على الطرح المتتالي. أوجد GCD ثم أوجد الكسر المختزل، أو بسطه إلى أبسط صورة. هيك ممكن. هذا إذا بدهم إياه يعني الكسر المختزل، يا بيقول لك صراحة أوجد الكسر المختزل، يا بيقول لك بسطه إلى أبسط صورة. هلا هون دامج السؤال، دامجه بدرسين. يعني هاد كسر قايل لك طلع GCD، هاي الطلب رايح من الدرس اللي قبله، وعم يقول لك باعتماد على GCD أوجد الكسر المختزل. هلا نحنا هاد حالينه نفسه أخوه، هو بالدرس اللي قبله مثال محلول. فشو كان بيطلع معنا GCD؟ لأنه ما راح نحلها، نرد طرح متتالي. 693 154 شو GCD تبعهم؟ بيطلع إذا بتتذكروا 77. هلا هاد الطلب الأول. الطلب الثاني عم يقول لك بسط الكسر بالاعتماد على GCD. هلا ما دام معنا GCD معناتها شو راح يطلع؟ هذا بخطوة واحدة راح يطلع معنا كسره المختزل. هلا هون لو قسمنا على 77 البسط والمقام على 77،
شو راح يطلع معي؟ 693 تقسيم 77 هي 9، وال154 تقسيم 77 قديش راح تطلع؟ 2. كيف عرفت؟ 77 اضربها ب9 إذا ما حابب تقسم على الدرج. قديش عندك؟ التسعة ب7 63، 3 وباليد 6، 9 ب7 كمان 63، وفي 63 وفي 6 قديش صار؟ 69. طلعت نفسها ولا لا؟ معناتها 9. ما حبيت هي مع انه ابسط لك من الدرج، بتحط، اذا ما بدك هاي الطريقة بتحط على الدرج 693 وهون 77 قديش فيها؟ مثلا 9 بيطلع 693 صفر الناتج، معناتها البسط 9. فهمتوا كيف انا عرفت انه بس قسم ايمتى بيطلع 9؟ حطيت لك الطريقتين، يا بتصير تجرب بالضرب اذا طلع نفسه، يا بالقسمة. المهم هلا هاي ما بقينا غير مثال واحد محلول ويخلص معنا درسنا. هلا المثال الأخير شو يقول؟ دقيقة. المثال الأخير شو بيقول؟ كمان مثال محلول، مثال محلول. مثال الأخير أعطيني لديك العددين العدد الأول 10165، تمام، والعدد الثاني 3745. شو عمل لك؟ أوجد القاسم المشترك الأكبر ثم بسط الكسر. قديش حاطط لنا؟ 10165 على 3745. شو بده الطلب الأول؟ طلع له جي سي دي، كمان نفس السؤال اللي قبله، دامج سؤالين بسؤال، تمام. وشو، لا والله هذا يمكن السؤال عاطينا الجي سي دي، عاطينا قيمته للجي سي دي وعم لنا بسط الكسر، لأنه هذا إذا بدك تطلع له جي سي دي بدك لبكرة. فالمهم، ولكن أنا عملته السؤال عبارة عن طلبين، حولته لطلبين. هلا المهم أنت بس تحلها على طريقة طرح متتالي أو خوارزمية القسمة، رح يطلع معك الجي سي دي للعدد 10165 و3745، رح يطلع معك الجي سي دي تبعه 535. هلا تجي الكسر 10165 على 3745. هلا بتقسمه على الجي سي دي اللي هو 535، لازم يطلع معك من أول خطوة الكسر المختزل. فقديش راح يطلع بالبسط عندنا؟ 19 والمقام 7، يعني 10165 فيها 19 535 و3745 فيها 7 553. هلا ارقام هيك كبيرة ما بتجي بالامتحان، ولكن مثال مطروح هذا، يعني حتى اذا بده يجيبه بيجيبه على نمطه ولكن غير ارقام. اما هيك رقم انت اذا جي سي دي لحالك اذا بدك تحله بدك شي 5 دقايق، وبدك لحتى تقسم وتعرف الناتج 5 دقايق، اخذ 10 دقايق بقى التمرين كامل. فالطريقة واحدة انه بتطلع الجي سي دي بتقسم دغري بيطلع معك الكسر المختزل، تمام. وفيك بعملية تبسيط، ولكن هاد تبسيطه صعب، يعني مرة بدك تلاقي 5، مرة بدك تلاقي 2، مرة بدك تلاقي 4. عرفتوا شلون؟ هلا هاد اليوم رح نكتفي بهذا الكم من المعلومات، وهي كل شي بخص درس الكسر المختزل كنظري، يعني هو ما فيه نظري، قلنا لكم هالزايد وهو من ابسط الدروس، وغالبا هذا بيجي سؤال ودمج بينه وبين الدرس اللي قبله. بيجيك السؤال اول طلب بتطلع جي سي دي، تاني طلب بتبسط الكسر، او بيجيك كسؤال اختياري. وبس هيك بيكون خالص درسنا اليوم، ورح نكتفي بهاي المعلومات مثل ما حكينا، ورح يكون المقطع الجاي عن حل اختبر نفسي اختبر فهمك وتدرب. وإن شاء الله بالتوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.